اليوم رح نحضر وصفة جديدة رح تبهر الكل ببساطتها وسرعتها وأنيقة بنفس الوقت. والتريك إنه رح نستخدم الدجاج البايت، يعني إذا عندكم دجاج من طبخة امبارح ومو عارفين شو تعملوا فيه، رح نحوله لساندويشات كتير طيبة مع شوية مكونات بسيطة متواجدة بكل بيت. رح نعمل أطيب ساندويشات مناسبة لكل الأوقات. المكونات الأساسية اللي رح نحتاجها بهاي الوصفة هي صدور دجاج مسلوقة أو مشوية، يعني اللي متوفرة عندكم ومو عارفين شو تعملوا فيها. نص كوب ذرة، نص كوب فطر ويفضل فريش ماشروم، باكتين جيمر أو بتقدروا تستخدموا كوب كريمة طبخ، وليمون، وخبز برجر. بمقلة على النار بنضيف معلقة زبدة مع معلقتين زيت زيتون، بنقلل الفطر وأول ما يدبل بننزل عليه الدجاج. الكمية اللي أنا استخدمتها صدرين دجاج، وبنحوسهم مع بعض شوي شي 10 دقايق، وبعد هيك بنضيف لهم الجيمر مع شوية مي، نتركهم يتسبكوا منيح مع التحريك. بنضيف عليهم عصير ليمونة كاملة أو أقل بشوي. طبعا الدجاج عندي هون مبهر، ضفتله بس نص مكعب ماجي، وإذا بتحبوا حطوا مكعب كامل برضه بتطلع طيبة، والملح حسب الرغبة. وأول ما يتسبكوا منيح سوا بضيف آخر شي الذرة، وبحركهم بس دقيقتين سوا لحتى ما تدوب الذرة، وبرفعهم عن النار. ببايركس أو صينية فرن بفتح الخبزات وبرصهم جنب بعض. اختاروا خبز يكون خفيف مشان تستمتعوا بطعم الحشو، وبنبلش نعبيهم. وهون أنا حطيت كمية الخلطة كاملة، وفوقهم جبنة موزاريلا وكمان سلايسز من جبنة الشيدر، وبنرجع بنسكر الخبزات وبنضغطهم منيح. هلأ رح نعمل خطوة صغيرة رح ننقل الطعم لمكان تاني. بدي معلقة من الزبدة مع معلقتين زيت زيتون ومعلقة صغيرة توم بودرة ورشة ملح، بحركهم منيح سوا وبدهن فيهم وجه الخبزة. وآخر شي بحط عليهم كمية منيحة من جبنة الموزاريلا، وعلى فرن محمى من قبل، والنار من تحت بندخلهم أقل من 10 دقايق بس لبين ما تدوب الجبنة. وبس نطلعهم من الفرن الريحة مش عادية. بنرش على وجههم شوية بقدونس مفروم، وراح تاكلوا أطيب سلايدرز دجاج بالكريمة والليمون. شكلها مرتب وطعمها بجنن ومثالية لأي وقت. إذا جربتوها لا تنسوا تخبروني رأيكم بالتعليقات، وكمان شاركوا الفيديو مع اللي بتحبوهم. بشوفكم بوصفة سهلة ولذيذة قريبا، وصحتين وهنا.